السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، اشتعلت رسميا في حضرموت عناوين الصحافة اليمنية اليوم لا تتحدث إلا عن الاشتباك بالأسلحة الثقيلة في العبر والشحر وغيل بن يمينة، وأيضا أن الطيران السعودي يحلق بكثافة فوق مناطق المواجهات. بعد ذلك، ولأول مرة، هجمات جوية عنيفة للطيران السعودي على ميليشيا الانتقالي في حضرموت. تصاعدت المواجهات في حضرموت، وسجل تحليق مكثف ومنخفض للطيران الحربي السعودي فوق عدة مناطق، أبرزها الشحر وخرد ووادي نحب. لاحقا، تحدثت مصادر متعددة عن تنفيذ هجمات جوية استهدفت تحركات ومواقع مستحدثة للمجلس الانتقالي، فيما وصفته بعض الأوساط بأنه تطبيق ميداني لبيان وزارة الخارجية السعودية الرافض لأي تصعيد أحادي في شرقي اليمن. من الناحية العسكرية، هذا التدخل الجوي لا يقرأ فقط كدعم لطرف على حساب آخر، بل كإشارة حازمة لوقف محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، خصوصا في ظل وصول فريق عسكري مشترك إلى حضرموت لمتابعة الوضع. التدخل العسكري السعودي جاء بعد المناوشات والاشتباكات التي حدثت في حضرموت، حيث دخلت المحافظة منذ صباح الجمعة واحدة من أخطر مراحلها خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال التوترات المتراكمة على مستوى الاستنفار والتهديد إلى مربع الاشتباكات الميدانية الواسعة في أكثر من جبهة، وبمشاركة أطراف محلية وقبلية، وتحت مظلة تحليق جوي مكثف لقوات التحالف. المشهد العام يشير بوضوح إلى أن ما يجري لم يعد حادثا أمنيا محدودا أو اشتباكا عابرا، بل تطورا نوعيا يعكس صراع إرادات على الأرض ومحاولة فرض أمر واقع جديد بالقوة في واحدة من أكثر المحافظات حساسية من حيث الموقع والجغرافيا والامتداد الإقليمي. منطقة العبر التي تعد الشريان الدولي الرابط بين اليمن والسعودية كانت أولى ساحات الانفجار. مصادر ميدانية تحدثت عن اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين طرف مسلح تابع للمجلس الانتقالي وقبائل نهدة، في تطور لافت يحمل دلالات خطيرة. أهمية العبر لا تكمن فقط في موقعها الجغرافي، بل في كونها عقدة لوجستية واقتصادية وأمنية، وأي محاولة للسيطرة عليها تعني عمليا توجيه رسالة سياسية وعسكرية تتجاوز حدود حضرموت نفسها. ولهذا فإن دخول القبائل على خط المواجهة يعكس رفضا محليا صريحا لمحاولة تغيير التوازن القائم بالقوة. في محور آخر، شهدت جبال الشحر مواجهات بدأت أمس الخميس واستمرت حتى فجر الجمعة بعد اعتراض مسلحين قبليين لقوة أمنية حاولت التمركز في وادي خرد. اللافت هنا هو طبيعة الموقع، فالمناطق الجبلية تمنح أفضلية تكتيكية لأي طرف يسيطر عليها، سواء من حيث الرصد أو قطع خطوط الإمداد. محاولة التسلل والتمركز في هذه النقاط تشير إلى نية توسيع نطاق السيطرة الميدانية وليس الاكتفاء بمواقع تقليدية، وهو ما قوبل برد فعل قبلي سريع أعاد رسم خطوط الاشتباك. أيضا في مديرية غيل بن يمين وصلت المواجهات إلى ذروتها، حيث اندلعت اشتباكات مباشرة بين قوة حماية حضرموت التابعة لحلف القبائل وعناصر الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي. هذه المنطقة تحولت خلال ساعات إلى مركز ثقل عسكري، خاصة مع تداول أنباء عن فرض حصار منذ عصر الخميس قبل أن تنفجر الأوضاع بشكل كامل. بخصوص الأحداث الجارية في اليمن، خرج بيان مهم جدا من المملكة العربية السعودية، بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية. البيان يؤكد المؤكد أن المملكة العربية السعودية حرصت خلال الفترة القليلة الماضية على أن تكون لغة الحوار، لغة السلام، لغة الأخوة بين الأشقاء وبين الإخوة في المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية هي اللغة الطاغية. لكن المملكة العربية السعودية في نفس الوقت وجهت إنذار شديد اللهجة، ربما هذا هو الإنذار الأخير قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقبه. وبطبيعة الحال هذه العبارة
ما لا يحمد عقباه هي نفسها العبارة التي استخدمتها المملكة العربية السعودية في هذا الإنذار الأخير أو في هذا التحذير الغير مسبوق من وزارة الخارجية السعودية. لنقرأ هذه الفقرة أعزائي المشاهدين التي جاءت في بيان وزارة الخارجية السعودية. تقول وزارة الخارجية: تشدد المملكة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقبه. كما تؤكد المملكة على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي. وهنا نسطر 1000 سطر على هذه الجملة مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقبه. هذه العبارة أو هذه الجملة لا تستخدم في اللغة الدبلوماسية السعودية، لا تستخدم أبدا كتحذير عابر، ولا تكتب من باب المجاملة السياسية، بل تأتي عادة حينما تريد المملكة العربية السعودية عندما تريد الرياض أن تقول بالحرف الواحد: إن الصبر ما زال قائما لكنه لم يعد مفتوحا بلا سقف. السعودية هنا لا تتحدث بلغة التهديد طبعا، ولا تلوح بالعمل العسكري وهذا واضح، لكنها بالمقابل ترسم خطا سياسيا واضحا مفاده أن التحركات الأحادية خارج إطار الدولة ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي قد يقود إلى نتائج غير مرغوبة ليس فقط على مستوى الطرف المنفذ بل على المشهد اليمني ككل. هذه العبارة جاءت بعد سرد طويل لمجموعة من الأحداث التي أكدت فيه وزارة الخارجية السعودية على أنها بذلت الغالي والنفيس من أجل احتواء هذه الأزمة داخليا، وأن المملكة العربية السعودية آثرت على تغليب وحدة الصف والعمل الدبلوماسي والتنسيق مع الشركاء، والأهم من هذا وذاك تجنب أي تصعيد داخلي. لكن حين تقول دولة بحجم المملكة العربية السعودية أن استمرار هذه التحركات العسكرية والتصرفات الأحادية الجانب سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فهنا يجب أن نتحدث كثيرا عن هذا الأمر. هنا المملكة العربية السعودية بدأت تشير إلى أن كلفة هذا التصعيد قد بدأت تتجاوز حدود المقبول به، وأن البدائل القادمة مهما كانت ستكون أقل راحة لباقي الأطراف، حتى وإن بقيت ردود الفعل بعيدا عن إطار المواجهة العسكرية. هنا يمكن فهم التحرك السعودي على الأرض من خلال إرسال فريق عسكري مشترك إلى الحديث عن إعادة انتشار وتسليم معسكرات كجزء من ترجمة هذه الرسالة، وليس كرد فعل انفعالي. فالرسالة الأساسية مفادها أن الرياض لا تريد انفجارا، لكنها أيضا لن تقبل بفوضى مفتوحة.